You not know you ain't about that life. Drop with me now. Drop with me now. اضربوا ابعثوا اس ام اس على 85 85 8 تكتب اي اف ام تبعت اس ام اس على 85 85 8 اي اف ام 85 85 8. هذا هو الاس ام اس اللي نجم يربحك مليون قضيه وتنجم تربح 10 ملايين كاش يا محمد. نبداو نحكيو على الدوري السعودي. كريستيانو رونالدو يسجد بعد التسجيل الهدف، هدف الانتصار ضد الشباب السعودي. كريستيانو رونالدو اللي بعد المباراة أيضا عنده تصريح، تصريح الحقيقة ممكن أثار جدل نوعا ما في الصحافة العالمية، كي قال أنه الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 5 دوريات في العالم. عندنا التصريح، نسمع التصريح في انتظار أن يكون عندنا تصريح قصير فيما يخص مستقبل الدوري السعودي اللي ضم طبعا النصر واللي فيه كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق، ريال مدريد واليوفي وسبورتينغ. نسمع التصريح شنو قال رونالدو. Next year will be even better. Step by step, I think this league will be the top 5 leagues in the world. But they need time, they need players, they need infrastructures. But I believe that this country have amazing potential. They have amazing people, and the league will be great, in my opinion. Amazing potential، إمكانيات هائلة للدوري السعودي اللي قال كريستيانو باش يكون بين أفضل 5 دوريات. محمد ولقطة السجدة، تعليق ساعة على لقطة السجدة بعد الهدف، وانت عندك الأخبار اللي جاتك من السعودية مباشرة بما أنه عندك علاقات في العربية السعودية. والله شوف، هي حاجة طبيعية جدا، يعني مش أول لاعب هو زد ميسي قبله، زد برشا جوارات قبله هو. لكن اللي يمكن اللي يثار الجدل اللي هو الجد رونالدو بطبيعته يزيد في فريق عربي مسلم وفي السعودية بالذات. هذه اللي أثارت الجدل. يمكن هو تأثر بالثقافة نتاعهم، بالاولاد اللي دايرين بيه، مش ممكن انت عندك الخبر معناها بالكومبورتمون نتاعو. قرر تقليدهم با بلوس. يعني هو حتى كان مش نقولوا نحن البوليميك اللي صار هو ولا مسلم وكذا، سي حتى كان ولا مسلم هو عز لي هو، خاطر نحن قالوا فما مقولة سيدنا ابن مسعود قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. يعني هو نحن يقعد هو يحب هو يعيش عزيز يسلم، اما الإسلام هو عزيز بطبيعته باش ما نهولوهاش وكذا. ريت علاش انت دبت وانا تنجم انت معناها تعطينا احاديث هكا، تنجم انت لازم تقف روحك دينيا انت خالد. الحقيقه خالد برشا محمد سليتي وما يريدكش تعلمت منه. يعطيك نتاع التشابو ولا تشابو يتبع في التشابو ولا بابلو اسكوبار ويتبعهم كذا. محمد راهي امثله راهي خطيره جدا. وحتى فما اللقطه نتاع الفيديو نتاع ولد كريستيانو رونالدو قبل ايام اللي قال فيها الحمد لله هيدا. دونك تاثر بالثقافه العربيه وبالنسبه يعني على قال لك البطوله السعوديه مش تكون هي التوب 5 صحيح. هو يعني كي نشوفوا احنا قيمه الانتدابات والفلوس اللي تصرفت والببليسيتي اللي عاملينها والسعوديه والاقتصاد نتاعها، ونعرفوا احنا شنو السعوديه كاموال وك انفستيسمون، تتوقع كل شيء لانك هما تويكا عندهم رؤيه، عندهم بالضبط عندهم رؤيه، حطوا الباكو. تنجم تكون في الايام. امبارح احنا حكينا تناولنا موضوع استضافه السعوديه للمونديال. بون خالد هذاك اكيد باش يكون سفير مونديال المغرب اسبانيا والبرتغال، وانت سفير مونديال السعوديه. ما نعرفش مع شكون مازال لم تحدد. اي مازال مش سور مازال كلام مبارك اي نحطوك سفير ولا لا؟ باش تحط سفير عادي. السعوديه يشرفني يشرفك به. خلود تعليقك على لقطه سجدة كريستيانو رونالدو. شو نقول لك مين السعوديين راهو كي بداو يترينيو وكي يأذن صلاة العصر ولا المغرب يقف لونترينمون. حتى قطر زاد يقف. لا قطر لا قطر لعبت في قطر ونعرف. لا السعوديين اكثر فهمت، يقف جمله لونترينمون يصلي ويكمل. معناتها الثقافه كما قال محمد. ان شاء الله نشوفوا معناتها يدخل دين الاسلام كريستيانو. وهو بطبيعته راه من قبل من كان يلعب في مدريد كان عنده مواقف معناها مع بنزيما وديما معناتها لا عنده مواقف حتى يدعم القضيه الفلسطينيه وكل ولا وسيرتو تو تحسوا البارح تفرجت فيه انا الماتش شباب يلعب فيه بانيجا معناتها في ماتش ممتاز. كانوا خاسرين 2 بلاش رجعوا في المقابله
وفرحان برشا شفت البونتو الثالث بتاع رونالدو اللي تذكرنا لويس جوستافو الباس لويس جوستافو. اما اللونشينمون اللي عملوا تذكرنا بالريال مدريد، ونشوفوه توا هو الرابع في الكلاسمون بتاع لي بيوتور، الاولاني حمد الله المغربي وهو ب 20 بونتو، ومن بعده يجي كريستيانو في المرتبه الخامسه ب 14 هدف. معناتها جاء في ديسمبر ماركي 14 بونتو في شامبيونا قويه، راهو البارح ماتش قوي، معناتها هربه بهربه، معناتها ماتش سيري، حاجه باهيه اللي ضمن بلاصه عم يجي في كاس اسيا مع الفريق الاتحاد. واني قلت لك حكينا فيه الموضوع، قلت لك راهو امبوسيبل باش يخرج من البطوله السعوديه، وامبوسيبل باش يخرج من النصر، عنده شرط جزائي كبيره يتحدى لا لا لا، وون بليس فرحان في الفريق نتاعو. اما اسمع في تصريحه معناها فما شويه نقد، قال لك they need players they need infrastructure، معناها مازال في حاجه لملاعبيه وبنيه تحتيه، ممكن رساله مشفره. امين شوف الفرحه هو تحسه معناتها قاعد يمركز، تدخل عليه ماركه كونتر بايرن في الشامبيونز ليج ولا كونتر برشلونه يخفي 200 مليون يورو. تشوف الفرحه نتاعو. اسمعني ما تحكيش فلوس، اوكي معاك فلوس، اما كريستيانو كي بدا فرحان هاك شفته في البريود الاخرى في كونتر مانشستر ديغوتي ماشي باش يلعب معناتها حتى ما يهبطش في ربع ساعه 4 دراج يخرج من التيران. دونك تحس البارح فرحان، وتحس الجروب الكل تلعب معناتها اللي هو وفرحانين بالمستوى اللي قدم فيه. حكيم زياش بين ميلان وانتر، هذا حسب اخر التقارير الاعلاميه. حكيم زياش اللي يعرف وضعيه سيئه في تشيلسي، وضعيه صعيبه، وتشيلسي جابت عديد الملاعبيه جدد. هل ترى حكيم زياش في ميلان ولا انتر؟ الحقيقه انا نحبذ زياش في الميلان الانتر، خاطر الانتر سوتو فما في البوست تاعو فما برشا ملاعبيه قاعدين يقدموا في مستوى كبير. في الميلان ينقصوا مع باش شويه الحمل على لياو، معناتها لياو يلعب على اليسار هو يلعب على اليمين. ولعب اخر رينيه في المونديال معناها زياش، معناها شفنا زياش نسخه اخرى نظرا للموسم الصعيب اللي يعيشوا في تشيلسي. انا قلت لك يمين الجورات هذوما زياش صلاح محرز، اذا تعطيه الاجواء الملائمه وتعرف كيفاش تاخذه كيما الراجي عرف كيفاش ياخذ زياش في الكاس العالم، شفت المستوى اللي قدمه. دونك انا نشوفه في الميلان، واذا يعرفوا سورتو معناتها مالديني لاعب الريكروتمون يعرف كيفاش ياخذ، سورتو عنده لاعب كيفه جزائري ما يكلفش برشا خزائن الميلان، وسورتو عنده المواطن نتاعو اللي يلعب في الميلان. ابراهيم دياز مازال مش ابراهيم دياز، لكن المواطن اللي يلعب معاه تزيري. شكون؟ ليه مش مواطن بالناصر عارف معناها مش مغربي معناتها. دياز ممكن يكون زميله في المنتخب المغربي في قادم الاسابيع وقادم المواعيد. حكيم زياش بين ميلان وانتر وين تراه؟ والله شو نقول لك يعني انا نشوف ديما تويك حاليا الانتر العوام اللي فات ماهيش كيما الميل ديما فما ستابيليتي خير من الانتر خير من الميل كخدمه ما ميلان هز اللقب عاملين صحيح. يعني هنا قلت لك نحكي على استمراريه، الميلان كان ديما خير، ديما في الوضعيه نتاعها ديما كل عام تكون خير من الميلان. ما نحكوش على المواجهات المباشره هذيك ديربي عنده احكام اخرى، لكن ديما نشوفوا في الجو العام ديما الانتر كانت خير شوي. لكن زياش نحن حتى تويك نشوفوه يعني يمكن المشاكل اللي صارت له، هو كاركتير سبيسيال. المشاكل اللي صارت له في وقت الانتقال نتاعو لباريس سان جيرمان والبوليميك اللي صار ومن بعد ابطلت الحكايه، يمكن خلات ابطلت الحكايه يمكن مع الوضع مع الوضع السيء اللي في تشيلسي اللي يمر به تشيلسي من الناحيه المعنويه سورتو، لانه هو المشكله الكبير كانت معنوي في تشيلسي. يمكن هذاك يمكن خلاه يحب يخرج. وصلت في فتره من فترات في مسيرتك ديغوتي هكا وما عادش عينك تلعب في فريق هكا من الفرق اللي لعبت فيها؟ هو يضحك بالله اعطيني والله شوف في 20 ثانيه فريق قلقت وديغوتي الكل الكبرى. حسب مصادر مقربه من الجامعه المغربيه ممكن ينضم ابراهيم دياز للمنتخب المغربي، بما انه وليد الركراكي باش يقوم بجوله الاوروبا باش يشوف موقف ابراهيم دياز من تمثيل المنتخب المغربي، وايضا اقناع الياس بن صغير في حمل القميص الوطني للمنتخب الاول المنتخب الاولمبي. هذا حسب مصادر مقربه من الجامعه المغربيه. ابراهيم دياز اللي هو لاعب مؤثر في تشكيله الميلان في الفتره الماضيه خاصه السنه. خالد ترى انه ابراهيم دياز ما عندوش بلاصه في المنتخب الاسباني، او لعبه في المنتخب الاسباني الاول يدور مباراه واحده وبامكانه تمثيل المغرب. ترى
ممكن حدوث هذا وتمثيل ابراهيم دياز للمغرب؟ شوف امين، الحقيقه ما سعيد باش يلقى بلاصته تو في المنتخب الاسباني كما كنت تقول. وفي بيرفورمانس انا قلت لك امين، سامحني، تو المنتخب الاسباني والمغربي ما يبعدوش على بعضهم. المنتخب المغربي خير خير، المغرب ربح اسبانيا يعني. اما شوف العباد تخدم معناتها، ظاهر عباد تخدم معناتها الوحده، خاصه المدرب الراجل قاعد يخدم في خدمه كبيره، سورتو بالبيرفورمانس في الكاس العالم في قطر. تحسه ما استكفاش بك البيرفورمانس ويحب يقدم، يحب يقدم ويحب سورتو يحب يتعلم. وسورتو بالماتش الاميكال كونتر البرازيل، الماتش الكبير اللي عدته المغرب، سورتو زاد فما بوكو دو ستار في المغرب، زي حكيمي، مغري الانضمام من المنتخب المغربي، مغري معناتها برشا ملاعبيه. معناتها هو يقول لك انا دوما لي ستار دوما الكل وما نمشيش نلعب معاهم، علاش لا؟ جو تونت ما شونس نمشي نمثل بلادي ونقدم مستوى كبير، وكي نقدم مستوى كبير مع المغرب نمشي الجمعيه معناتها كبيره. فرج من لاجازيت فيناك اللي حكيت على عوده البليلي للترجي، ترى ممكنه صفقه؟ ترى ممكنه؟ اللي عندنا نعرفوا انا خلينا نحكيوا عليه الساعه ونجينا. انا نقول لك انا ممكنه ولا مش ممكن، ما نعرفش خاطر شكون اتصل بيه. تعرف زاد شكون اتصل بيه؟ اي شكون اتصل بيه؟ اول حاجه نحن مش نحكوا على الجوار. الجوار يعني صحيح لاعب موهوب البلايلي، لكن لاعب مزاجي. اول حاجه علاش لاعب مزاجي؟ ماهوش ديسيبليني. العقليه نتاعو تتماشى مع الظروف الفرق العربيه. علاش مع الفرق العربيه؟ لانه المسؤولين نتاع الفرق العربيه يتسموا بشيء من الدلال النجوم نتاعهم، يدلوا نادي قطر والاهلي جده ما تماشاش معاه، لان كلها نجوم. لا تماشي معاه، هو كاركتر يحب ساعات يحب يجرب. هو حب يجرب شويه الاوروب، لكن هو قيمه ثابته، الحق قيمه ثابته. طالون عربي ممتاز، يمشي مع الاسبيرونس، يرتاح فيها كما قال القربي، يرتاح فيها. اللي اتصل به هو رياض بن نور، كان ديما باتصال به حتى قبل ما يجي، حتى وهو في فرنسا اتصل به جوست بعد الخساره وكذا، اتصل به قالوا انا حاضر في اي وقت، نجيك في اي وقت. عبر على رغبته يعني، عبر على رغبته باش يجيبوا باش كذا، لكن هو كان باتصال قبل مع رياض بن نور قبل ما يقع ديما على الاتصال، يعني الاتصال ديما باتصال به، يقولوا هذيك جمعيتي وكذا. انا نعرف اللي هو يعني كي كان يكلمه وكذا، ليسبيرونس يرتاح فيها ويحب يرجع ليسبيرونس، يحب يعاود من الاول جديد، يحب يتفرج، يحب كما نقولوا نحن يرونسي روحه، نقول لا مش يرونسي روحه، يحب يعيش بدلال.